وسع 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 للكنتاكي الجميل بطريقة مختلفة جدا، وهتبهرك انت واولادك وجوزك، وهتحبيها وتدمنيها وتعمليها على طول. عملنا النهارده فراخ كنتاكي بطريقة مختلفة جدا. دي دبابيس على فكرة، شايفين الدبوسة كده حجمها كبير ازاي. وعملنا سلطة خضراء وبطاطس وشوية مكرونة بالصلصة عجب. طبعا عشان تشوفوا الفيديو وتشوفوا التكات والحركات اللي احنا عملنا بيها. قبل ما نشوف الفيديو، يا ريت حبايبي اللي يشوفوا القناه لاول مره يشتركوا في القناه، وطبعا يفعلوا زر الجرس عشان يوصلهم كل جديد، وطبعا اللايك الجميل منكم اللي بيرفع الفيديو على اليوتيوب، واذا كان كومنت منكم جميل كده. يلا بينا نشوف الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وعافيه. طبعا النهارده هنعمل فراخ بطريقه مختلفه او دبابيس بطريقه مختلفه. طبعا نظرا لغلاء الاسعار، فانت ممكن يبقى عندك كام دبوسه كده تعمليهم بشكل حلو ويكونوا فرشين كده وشكلهم جميل. معانا المقادير بتاعتنا 5 دبابيس فراخ. انا طبعا حطاهم في محلول النقع، ملح وسكر وملح وميه. نقعتهم حوالي 5 ساعات بالشكل ده اهو كده. طبعا هصفيهم من الميه بتاع النقع، وهعمل ايه هنشوف هنعمل في الفراخ ايه. بس نشوف التتبيله والحاجات بتاعتنا. التتبيله بتاعتنا عباره عن ملح وفلفل اسود والبهارات اللي انا عاملاها وبابريكا وتوم باودر والايه تاني والزنجبيل الباودر. عندي 1.5 كوباية من الدقيق، ليها كده معلقتين كبار من النشا نحطها، واحط كمان عندي معلقه بيكنج باودر، وهحط توابل زي دي بالظبط عليها. التوابل بتاعتي زي دي وهحطها على الملح. طبعا ما كترش على الدقيق، ما كترش الملح في الدقيق عشان طبعا في ملح في التتبيله بتاعتي. طبعا هاخد تلت التتبيله دي بتاع الدقيق والنشا دي، وهعملها في ميه كده خفيفه خالص تبقى عجينه، والتلتين التانيين هنتبل بيهم. نشوف الاول الفراخ هنعملها ازاي. طبعا هصفي الميه بتاعتي من الفراخ الاول، صفتها وشطفتها كويس قوي. هاجي بقى الدبوسه من هنا وهبدا ان انا افتحها. عايزه اخليها زي الفراشه كده، هفتحها من الجناب بحيث ان هي بصوا تبقى كده اهو، تبقى العظمه بتاع الدبوسه في النص يدوب شبكه حاجه بسيطه. وادي الدبوسه بتاعتي مفتوحه كده زي الفراشه، شايفين الشكل اهو بالشكل ده. هعمل واحده معاكم تاني من النص كده، هفتحها اقول بسم الله اهو اهو. افتح بقى افصل العظمه عن الدبوسه كده في الجنب ده، واجي برضو الجنب ده هفصل، كاني هخلي العظمه كده واقفه في النص كده سناده بتسند اللحمه اللي من هنا ومن هنا اهو بالشكل ده. طبعا ممكن اجيب الشاكوش بتاع البفتيك بتاعي، اخبط كده رخامه طبعا نظيفه. هبدا ان انا اخبط على الفراخ بتاعتي بحيث اللحمه بتاعتها تدوب معايا شويه اهو، وتفرد زياده بالشكل ده. ادي كمان التانية كده. طبعا كل حاجه عندي نظيفه عشان الميكروبات والجراثيم والحاجات دي. وهعمل باقي الدبابيس دي وارجع لكم. ادي حبايبي طبعا الدبابيس كلها فردتها بالشكل ده. هبدأ بقى ان انا اجيب التتبيلة بتاعتي، اقلبهم كلهم مع بعض كده، وهبدأ انزل على الدبابيس بتاعتي بالشكل ده اهو. هبدأ بقى بايديا عشان عايزة التتبيلة طبعا عايزة التتبيلة توصل لكل جزء من اجزاء الدبابيس بتاعتي
اهو. طبعا لو مستعجله عليها ممكن تعمليها في التو واللحظه على طول، لو مش مستعجله سيبيها كده ساعتين تشرب التتبيله اهو بالشكل ده. انا طبعا ولادي قالوا لي عايزين ناكل كده اكله في السريع، فانا هعملها دي. طبعا هم مش قادرين يستنوا ساعتين كمان ان انا اعمل التتبيله بتاعتي دي واخليها شويه، فقالوا كفايه مرحله النقع واعملي لنا الكنتاكي بتاعنا او الفراخ الجميله بتاعتنا. طبعا هجيب تلت الدقيق على كده اهو، تلت الدقيق، وابدا احط عليه ميه اهو. لو عندك عايزه تعملي بيض مكان الميه، بيض وميه مفيش مشاكل. انا طبعا ما عنديش بيض دلوقتي في الوقت الحالي، فانا هعمل العجينه بتاعتي بميه فقط. لعلمكم هتبقى جميله جدا. والبيكنج باودر انا حطاه عشان ينفش مكان البيض كده. طبعا حطيت زيت غزير، مش غزير قوي بس الى حد ما برضو غزير، في الطاسه على البوتاجاز بالشكل ده كده. العجينه بتاعتي جاهزه. طبعا الدقيق اهو، هبدا انزل بقى بالدبابيس بتاعتي بالشكل ده كده، وهبدا انزل اهي نفضها كده من العجينه، وهبدا انزل بيها مفروده. طبعا اتاكد ان العجينه وصلت لكل جزء من الفراخ بتاعتي، وهبدا انزل بيها على الدقيق. طبعا افردها كده يعني مش بضغط جامد، بس ببتدي ان انا اغلفها بالشكل ده. بعد كده اديها النفضه اللي هي اللي تديني الحرفشه كده بتاع الكنتاكي. يلا بينا على البوتاجاز. ادي الزيت حبايبي بيغلي، هبدا بقى انفضها كده عشان تبقى فيها الحرفشه اللي قلنا عليها، وهبدا ان انا احطها كده. طبعا اهدي الزيت خالص عشان تستوي من جوه زي بره اهو. بسم الله. هنا مكان كمان نحط واحده كده صغيره. تمام، نوسعها كده وانزل دي طبعا مفروده زي ما هي اهو، واسيبهم بقى على نار هاديه لغايه ما يستووا وياخدوا اللون بتاعهم، ونشوفهم بعد كده شكلهم باذن. وده حبايبي الفراخ بتاعتنا، شايفين الواحده بسم الله ما شاء الله يعني، وكريسبي جدا يعني جميله اهو. اوريها لكم، سامعين الكرانش بتاعها. وعملت معاها طبعا شويه بطاطس كده، وشويه سلطه خضراء، وشويه مكرونه بالصلصه عجب. هقول لكم على طريقتها في فيديو لوحديها، وناكلها كده واولادنا طبعا يشوفوا المنظر. مش قطعه دبوس قد كده، لا ده قطعه كبيره، وكمان متشكله مكرونه بالصلصه وسلطه وبطاطس. يعني دي احلى اكله بالنسبه لاي طفل يحبها. يا ريت حبايبي ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. بحبكم في الله، مع السلامه.